السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وفي احسن حال. حبايبي، النهاردة هنفرز مع بعض فراولة لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده انا جبت مش عارفة اسمها ايه دي، بس انا هقول عليها قفص. الفراولة ده 8 كيلو. بسم الله ما شاء الله عليه، حاجة نظيفة وكويس خالص خالص. ده جايباه من الشادر، من المكان اللي بيتباع فيه كل طبعا انواع الخضار والفاكهة. كان سعر الكيلو بالجملة 8 جنيه. ده 8 كيلو، يعني ب64 جنيه الفراولات دول. يعني بسم الله ما شاء الله عليهم، نضاف ولسه طازة كده. ما ينفعش تجيبي الفراولة وتكون بايتة، هتلاقيها كلها بقت مية وباظت معاكي. فيفضل ان انتي تختاريها كده تكون جاية طازة للمكان اللي هتشتري منه. هناخد الفراولة دي نغسلها غسلة كويسة طبعا علشان نتأكد انها نضفت، وخاصة ان بيبقى فيها رملة كمان. وهفرزها، وبعد كده هنشوف هنفرزها ازاي. ما تغسليش الفراولة لما تقطعي منها الزرعة الخضراء اللي فيها دي، علشان ما تشربش مية معاكي. اغسليها كويس مرة واثنين وثلاثة من غير ما تخلعي الزرعة الخضراء علشان ما تشربش مية، ولو شربت مية هتبص تلاقيها باظت وطعمها بيجي ماسخ كده وملهاش اي طعم. هو في نوعين للفراولة على فكرة، اللي بتبقى في السوق. في نوع للعصاير بس، وفي نوع للتفريز والعصاير. انا قلت لكم قبل كده في فيديو ان انا رحت الشادر وما لقيتش غير الفراولة اللي هي بتاعة العصير، تاكليها في وقتها او تعمليها عصير في وقتها. اما دي تنفع تفرزيها وتنفع تستخدميها يعني في وقتها. صراحة مش عارفة اسمها ايه، فلو عرفت هبقى اقول لكم ان شاء الله. دلوقتي انا هاخد الفراولة بتاعتي، هغسلها وارجع نشوف هنعمل فيها ايه مع بعض. بصوا كده، انا هنا كنت غسلت الفراولة بتاعتي كلها اهي، مرة واثنين وثلاثة، وشطفتها كويس علشان اتأكد ان ما فيهاش اي تراب او اي رملة. بيبقى فيها رملة كتير على فكرة، فخلي بالك من الحتة دي. هبدأ دلوقتي هفرز الفراولة بتاعتي. باخد الحمرة خالص، بحطها لوحدها، دي اللي انا هفرزها وتكون ماسكة نفسها ما فيهاش اي حاجة. واللي هي زي دي اهي في ايدي، يعني حمارها كده مش واخدة حمار جامد. بركنها برضو على جنب، طبعا مش هرميها، هستخدمها استخدام تاني. هعملها عصير او هعمل منها مربى فراولة. بس انا بشيل اللي بتبقى حمرا خالص كده لوحدها علشان تديني لون حلو لعصير الفراولة، وخاصة ان انا مش هحط معاها اي اضافات، لان في ناس بتحب تحط معاها بنجر. البنجر على فكرة حلو جدا، بيدي لون جميل، وطبعا مليان حديد وفوائده كتيرة، خاصة للناس اللي عندها انيميا. بس انا بشيلها كده. هفرز الكلام ده كله، وبعد ما اخلص هرجع نشوف هنعمل ايه كمان. بصوا كده شكل الفراولاية عاملة ازاي، جميلة جدا وباينة من شكلها ومن منظرها. اما اللي زي دي بصوا، طبعا هي دي مش هتترمي، هي مش بايظة، هي حلوة بس زي ما تقولوا ايه كده، آه، فيها يعني خبطة او معطوبة زي ما احنا بنقوله. دي طبعا هركنها على جنب، هعملها عصير. انا فرزت النوعين عندي، بصوا اللون بسم الله ما شاء الله، لا هنا في مشاكل ولا هنا ما في مشاكل. بس طبعا يفضل ان انتي تبقي ايه، حريصة في الحاجة اللي هتخزنيها، او تخزني افضل ما يكون. انا همسك دلوقتي، جبت مفرش اهو قطن، كيس مخدة يكون نظيف، عندك اي حاجة تفردي عليها الفراولة بتاعتك علشان تنشف من اي مية فيها. الحاجة اللي هتفرزيها لازم تكون ما فيهاش مية، المية هي اللي بتخلي الحاجة تعفن منك وتبوظ يعني ترميها. فلازم تنشفيها كويس جدا من المية على قد ما تقدري. طبعا هفردها كده واسيبها تتهوى، والمفرش اللي تحت منها ده هو يكون شرب اي مية فيها. وهبدأ بعد كده نبدأ نعبيها في الاكياس مع بعض. بصوا كده الفراولة بتاعتي اهي،
نشفت منها المية وتهوت وبقت تمام. هبدأ دلوقتي هعبيها في الأكياس بتاعتي. أنا مش بقطعها ومش بحط لها سكر ولا بعمل فيها أي حاجة، بشيلها كده صحيحة زي ما هي. كل كيس بحط فيه الكمية اللي أنا هستخدمها، من غير إضافات لا سكر ولا بقطعها، بطلعها كده بلاقيها زي ما هي طازة. وبإذن الله هنبقى نستخدمها مع بعض وأوريكم هنستخدمها ازاي إن شاء الله. هبدأ دلوقتي أعبي الأكياس النايلون بتاعتي دي، أي أكياس عندك، ولو عندك أطباق فويل تمام، عندك علب بلاستيك هتبقى زي الفل. أنا عندي متوفر عندي الأكياس اللي هي دي. هعبي فيها طبعا الفراولة بتاعتي ونشوف بعد كده هنعمل ايه. بصوا كده انا بنجي الفراولايه الحمرا خالص علشان ما يبقاش فيها حته خضار كده من فوق، اضطر ان انا اشيلها وافتح الفراولايه بتاعتي وتبقى كده باظت. بصوا خيست كيس اهو بالشكل ده، بطلع منه الهواء على قد ما اقدر وبكون مسوياه، بخليه كده بشكل مسطح علشان ارصه فوق بعضه، ما يبقاش واخد مني مساحه في الفريزر، وفي نفس الوقت في اي وقت اطلعه يطلع يفك معايا بسرعه لو حابه ان انا افكه. هتشوفوا دلوقتي بعد ما هكمل باقي الاكياس كلها هوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. طبعا المفرش بقع من الفراولة ما تقلقيش، او اي فوطة عندك ما تقلقيش عليها، شوية كلور هتغسليها تنضف هتبقى زي الفل معاكي بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. بعبي الكمية اللي انا عايزاها في الكيس بتاعي. هتطلع على فكرة معاكي بالوحدة، يعني مش هتطلع معجونة، لو قطعتيها بتطلع معجونة كده ملهاش ملامح، لكن بالطريقة دي هتطلع معاكي واحدة بوحدتها. بصوا ادي شكل الكيس اهو، ودي الكمية كلها بتاعتنا بعد ما كيستها. دلوقتي هشيلها في الفريزر بالشكل ده. ودي كانت ابسط طريقة لتفريز الفراولة، ودي الفراولة اللي احنا شلناها على جنب، انا مش هرميها طبعا زي ما قلت لكم. بس وكان كده تفريز الفراولة بكل سهولة. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تحطوا لي لايك، ولو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وكلكم دلوقتي السلام عليكم.